الفيديو الرابع من ادوات الذكاء الاصطناعي بكانفا، وهي الاداه المتخصصه في توسيع الصوره. احنا عندنا صوره معينه عايزين نوسع الصوره، نوسع خلفيه الصوره ونبص عليها. طب ما تيجي نشوف ونجرب مع بعض؟ يلا بينا، يلا تعالى نجرب. كل اللي علينا ان انا هنزل تحت خالص على علامه زائد من خلال موقع كانفا او من خلال الابلكيشن بتاع كانفا، هدوس عليها وابدا اختار الصوره بتاعتي اللي انا عايزها. هدوس على الصوره بتاعتي، ابدا ادوس الاستخدام في تصميم جديد من غير اي مشاكل. خلينا نجرب. يعني مثلا عايز الصوره دي انا هصغرها دلوقتي، هدوس على الصوره كده اهو واحطها في النص، وهبدا اقول للاي اي او الذكاء الاصطناعي تخيل لي باقي الصوره. هبدا ادوس على الصوره كده وابدا اروح من تحت من القائمه اللي على اليمين على كلمه اف اكس او التاثيرات، وابدا اروح على كلمه من خلال القائمه دي واروح على اخر واحده وهي اداه التوسيع السحري. لو دوست عليها كده هبدا ادوس على الصوره، هبدا ادوس الصفحه باكملها، يعني انا عايز يتخيل لي الصفحه باكملها، وابدا ادوس على كلمه اداه التوسيع السحري يبدا يتخيل لي باقي الصوره. خليها تحمل ونبص مع بعض. زي ما انت شايف، شوف تخيل لي المنظر كويس، يعني الى حد ما الستاره والمكتب متخيل لي باب وحاط لي هنا رسمه، بس ليه الدراع ده؟ تمام. ده بالنسبه لتخيل الذكاء الاصطناعي، وبيديني كذا شكل كمان. يعني بص، ممكن اتخيل ده، بص ده، وليكن مثلا ده. دوسنا تم، بص تخيل لي هنا ان في حاجه. طب خلينا نحذف الصوره دي ونجرب صوره تانية. نروح على التحميلات واختار الصوره دي مثلا، تمام، وهقول له كبر لي الصوره دي. ادوس عليها واروح على اف اكس واقول له على اداه التوسيع السحري كبر لي الصوره باكملها، وادوس اداه التوسيع السحري تخيل لي الصوره دي. زي ما انت شايف تخيل لي الصوره، اقسم بالله جامده جدا. تخيل لي اكتر من صوره. بص في عروسه، لا لا لا، ودي برضو لا، خلينا دي كويسه الى حد ما، ودي كويسه. وكمان انا محدد الاطار مستطيل. لو انا كنت محدد الصفحه مربعه او مستطيله طوليه كانت حدد لي تصميم احسن من كده. ده كده الفيديو الرابع من فيديوهات اداه الذكاء الاصطناعي الخاصه بكانفا. ما تنساش تتابع الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.